يعني على فلسطين والعراق بشكل خاص وعلى الأمة بشكل عام بعد مقتل صدام حسين. قلنا مستهل القصيد يا الله لي منك مطلب، أسألك مسألة من قلب مخلص ونية، نجني من حما نيران حمراء بتلهب، واغفر الذنب لا تبقي علي خطية، واسقني من مياه الحوض واجعلني أشرب من يد المصطفى شربة هنية مرية. خلص المسجد الأقصى من الأسر يا رب، وانصر الدين واشرح له قلوب البرية، وانقذ المسلمين من وضع كله مخرب، وضع سيء ومأساوي وحاله ردية. قد بتنظر بعينك كيف والوضع الأشقب، كف قد الأخ برخى السعر بيبيع خوية، أصبحت أمة الإسلام ساحة وملعب والعرب كالكرة ما بين ذيه وذيه، أمرها قد تشتت رأيها قد تشعب، كل دولة معاها في القضايا قضية. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. كل دولة معاها في القضايا قضية. في فلسطين كم به من مشرد تهرب، فك أرضه ونفسه بالأسى مكتوية، كم قتل كل يوم الصبح يستشهد الأب والنهار الوليد والليل دور البنية، كم أسير معتقل في السجن يجلد ويضرب، في ظهور العرب المر تكسر عصية، عذب الكل كل الناس فيها معذب دون تمييز ما بين الصبي والصبية، أتلف الزرع هد البيت دمر وخرب، والمساجد من أعمال اليهود مشتكية، ناس قتلوا وناس أسروا وثالث تغرب، والحصار المدمر من نصيب البقية، والحصار المدمر من نصيب البقية، حاصروا شعبها لا ما قد الشعب متعب، والتقارير بتقول حالته منتهية، والعجيب الذي منه خيالي تعجب إن هذا الحصار مش من دول خارجية، بل تآمر معهم من إلى الدين ينسب، شاركتها الدول الإسلامية هي عربية، والجميع يعرفوها كلها الدولة الأغلب بعضها ظاهرة والبعض منها خفية، بعضها ظاهرة والبعض منها خفية، منعت الدعم عنهم واغلقت كل مكتب، واشعلت فوق هذا الفتنة الداخلية، زرعوا الشر لما خلوا الحرب تنشب بينهم مستغلين العقول الغبية لاجل تفشل حماس، ونقول قد الشعب جرب ما نفع حكم ناس متدينه ملتحية. الهاجس عطش. قال لاجل تفشل حماس، ونقول قد الشعب جرب ما نفع حكم ناس متدينه ملتحية. يا عرب ويش نجني من فشلها ونكسب؟ ما هي الفائدة؟ هل بتحل القضية؟ هل سترضى حكومتكم عليكم وتسحب قوة الجيش وتقدم لفتح التحية؟ ألف كلا، فهذا الأمر معروف مجرب، جربوه فتح إن كانت لها الأغلبية، كل ما قالت اشتي حل بالسلم والغب يرفضوها اليهود بالكبر والعنجهية، فاليهود لا تفرق بين مذهب ومذهب، كلنا في نظرها وللملاعن سوية. اليهود لا تفرق بين مذهب ومذهب، كلنا في نظرها وللملاعن سوية، بايظل الحصار وتظل تسلب وتنهب، كان محمود بن عباس ولا هنية، ضاعت القدس والمسجد بدمه مخضب، والعرب بالقيادة حقها مبتلية، مكنونا نفاوض نمشي الدرب الأقرب، فاوضوهم عسى نلقى لهم حسن نية، 40 عام نسر ونجي ونرجع ونذهب، واتضح في الأخير إن السلام مسرحية. 40 عام نسير ونجي ونرجع ونذهب، واتضح في الأخير إن السلام مسرحية، لانسحب ينسحب من نص كيلو مكعب، في الصباح ينسحب ويردها بالعشية. والعراق ما حدث لأهل العراق عادها أغرب، من ما بيجري في العراق الأبية، جو باسم السلاح اللي قالوا إنه قد انجب، وارسلوا جيش من عدة دول أجنبية، خلوا الأرض من ضرب الصواريخ تلهب في 16 والبوينغ والمروحية، دور الجيش عن تلك الدعاية وطلب، واصبحت في النهاية كلها خارطية، بوش قتل ودمر، بوش حمى وذوب، كان يقتل بوحشية وفي بربرية، ما عرفناش هتلر ذي علينا تغيب من دبلي، وعرفنا الصورة الهتلرية، لا غرابة في بوش الابن هو شابه الأب، يوم خرب ودمر ملجأ العامرية. قل الذي قال حي الله
الله وصفق ورحب واحتفل وسط كردستان والكاظمية. كيف حال العراق الآن وش ذي تعقب بعد حفله ورقصه؟ وش لقي من لقيه؟ هل سلم من لظى أمريك ولا تجنب من شظايا ونار القصف المدفعية؟ دمروا مرقد الهادي وجعفر وزينب مثل ما دمروا بغداد والناصرية. هل سلم من لظى أمريك ولا تجنب من شظايا ونار القصف المدفعية؟ دمروا مرقد الهادي وجعفر وزينب مثل ما دمروا بغداد والناصرية. أرضها الآن محتلة ونفطه بيسلب، شلوا الظاهرة والثروة الباطنية. ثم بعد الذي قتل وذبح وجذب أفعل الكونغرس للشعب خطة ذكية خلت الشعب كل نحو رأيه تعصب واستطاعت تثير الفتنة الطائفية. سبرت حمض للشعب العراقي مركب من قبائل ومن عدة فرق مذهبية، كل من نحو أخوه وجه سلاحه وصوب. واذهبوا للنفوس الطاهرة والبرية عايش في ظلام الدم والدمع يسكب، وابتسامات الأعياد عندهم مختفية. يوم عيد الضحى كل اللي ربه تقرب، والعراق افعلوا صدام كبش الضحية. كل مسلم تقدم بالهدايا المنحب، والعراق قدموا صدم لرايس هدية. ليس من أجل صدم بس نبكي وننحب، لأن تلك المنية كانت أحسن منية. قم توضأ وصلى الفجر بعد الطيب، ثم شاهد وجال المت بصورة رضية. لكن أبكي على حكام سالب وموجب، اتخذ منهم توني ورايس مطية. أمرهم بين خلق الله شرق وغرب، تحت مسكو وتحت الكونغرس من طوية. ذا مداهن وذا خاين وهذا مذبذب، لا حماس ولا غير ولا بحمي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن أبكي على حكام سالب وموجب، اتخذ منهم توني ورايس مطية. أمرهم بين خلق الله شرق وغرب، تحت مسكو وتحت الكونغرس من طويه. ذا مداهن وذا خاين وهذا مذبذب، لا حماسه ولا غيره ولا بحمية. فتحوا الأرض للكفار من هب أودب، لا إراده لدى القاده ولا به مشية. اليهود انشبت في أرضنا كل مقلب، واستطاعت تقيم الدولة العنصرية. عذبت آل ياسر وآل خباب ومصعب مثل أبو جهل في أيامة الجاهلية. ما سمعنا زعم واحد يقول قف أو استب. همهم نهب ثروات البلاد الغنية، كيف نشل الصوالين الجديدة ونركب كيف يتمتع الراعي بحق الرعية. كيف نشل الصوالين الجديدة ونركب كيف يتمتع الراعي بحق الرعية. الشعوب جاوعة بتطلب الزيت والحب، والزعامات بدنا اللحوم الطرية، والإذاعات بتمجد لقب من تلقب يا أسد يا مبارك يا علي يا علي. الإذاعات بتمجد لقب من تلقب يا أسد يا مبارك يا علي يا علي. خلت الناس بعد رقص وعند اضرب اضرب، بعد كيني مع ميني وشر البلية. كان لسنا قطع آدمية. ظالم الغرب غرب كل ما هو معرب، واخذ الكل ما خلى الواحد خلية. أن نجد نتجه شوفوا لنا أي مهرب، أين ما سرت قالوا لك لنا الأولوية. الفضاء قد أوروبا فيه بتاكل وتشرب، واخذ أفريقيا والقارة الآسيوية. يا زعامات شوفوا للعرب أي كوكب، بس لا تسحبون الجنسية والهوية. الفضاء قد أوروبا فيه بتاكل وتشرب، واخذ أفريقيا والقارة الآسيوية. يا زعامات شوفوا للعرب أي كوكب، بس لا تسحبون الجنسية والهوية. لكن الآن ما ينفعش الشتم والسب. أوصي المسلمين في الأرض أغلى وصية، لاشتوى العز ضد الكفر والنصر يكتب عزنا في كتاب الله وسنة نبيه. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. لاشتوى العز ضد الكفر والنصر يكتب عزنا في كتاب الله وسنة نبيه. ننبذ التفرقة ونكون لله نغضب، نجتمع كلنا في ظل وحدة قوية. وصلها للنبي مالح الأمطار قد هب خاتم الأنبياء سيد الرجال التقية وسلامتكم.